لو راجعة من بره مستعجلة أو اليوم ضاع منك ومش عارفة تعملي غدا ايه وزهقتي بقى من شكل البانيه والمكرونة التقليدي، تعالي بقى اما اقولك على أكلة المستعجلين الشيك اللي أنا بعملها وبتنجز معايا على طول. في طاسة واحدة أو على الجريل هنشوي أحلى بانيه بتتبيلة بتدوب في البق، وهنرميه بقى كده في قلب المكرونة. ميكس كده جوسي خطير، ما ياخدش منك وقف في المطبخ أكتر من 15 دقيقة، والنتيجة بجد هتبهرك. مفيش مواعين، مفيش زيت وقلي، والطعم حكاية تانية خالص. يلا نشوف عملناها ازاي. في طبق صغير كده هننزل بمعلقتين كبار كده من الزبادي. عايزه تجيبيها بقى زبادي من بره من اللي انت عاملاه في البيت براحتك. البهارات بتاعتنا معانا شويه ملح، شويه بابريكا مدخنه، شويه بهارات فراخ، فلفل اسود، شويه بهارات مرقه ماجي، شويه برضو توم باودر وبصل باودر. وهنحط معلقه زيت واحده، دي اختياري، عايزه تخليها زيت زيتون، زيت عباد شمس، براحتك. بس بحس معلقه الزيت دي بتفرق بصراحه. هنمكس بقى كويس كده التوابل كلها كده، نمكس كده حلو مع بعض لحد ما نتاكد ان القوام بقى كريمي كده معانا. هنا بقى ايه، انا كنت منضفه البانيه بتاعي كويس ونقعاه كده بميه بليمون ومظبطاه ومنضفاه كويس. وبعد ما صفيته نزلت بقى ايه بالتتبيله بتاعتي دي، هنزل بيه الكميه كلها. هنفضل نقلب فيها ونتأكد ان كل قطعة بانيه خدت من التتبيلة وشربتها كويس. هنقلب شوية حلوين بس لحد ما نتأكد ان فعلا البانيه كله اتشرب من الصوص. ويفضل تسيبيها ليلة، بس انا عشان كنت مستعجلة انا سبتها ساعتين تلاتة، وبرضو كانت حلوة قوي. ساعتين تلاتة او ليلة كاملة براحتك عادي، الوصفة دي ممكن ساعتين تلاتة تظبط معاك الدنيا برضو. انا بس اهم حاجة زي ما قلت نحاول نقلبها كويس بقدر الامكان لحد ما نتأكد كده زي ما انتوا شايفين ان الصوص دخل في كل البانيه. هنا انا بفرد بقى البانيه بتاعي وهحطها في التلاجة زي ما قلتلكوا 3 ساعات، وبعد كده هبدأ اشتغل فيها وتبقى جاهزة معايا. ندخل بقى ايه على الجريل. على الجريل بتاعنا هنديها كده مسحة زيت بسيطة او مسحة زبدة اللي انت تفضليه. هنا انا كنت سبتها 3 ساعات. هننزل بعد ما نتأكد، انا كده بتأكد ان الجريل سخنت كويس. هنحطها بقى ايه على الجريل كده واحدة واحدة، هنحطها كويس والنار بتاعتنا تبقى عالية علشان الفراخ متنزلش المية بتاعتها. شفتوا انتم ملاحظين اول ما حطيت الفراخ على طول خدت الصدمة كده، يبقى احنا ماشيين صح. الفراخ خدت الصدمة عشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنحط بقى الكمية بتاعتنا وكل ده على نار عالية، مش هنوطي النار خالص. وبلاش نحط الفراخ على بعض، عايزين نرصهم بالشكل ده بحيث ان الفراخ برضو ما تنزلش ميتها وكلها تستوي سوا واحد وتاخد اللون الواحد. هنا انا بوريكم ان انا فضلت معلية عليها. بعد ما تاخد بقى لون كده حلو هقلبها على الناحية التانية. شايفين واخدين اللون المذهب الحلو ده. هقلب الفراخ بتاعتي كلها بالشكل ده وبرضو النار مازالت عالية. هسيبها شوية كده متولع عليها، وبعد ما اتأكد ان هي خدت صدمة ولون حلو برضو من الجنب التاني هقوم شايلاها في طبق خارجي وهقول لكم هنعمل ايه بالصوص اللي نزل منها ده. كده انا شلت الكمية بتاعتي كلها. هجيب بقى بصلاية كده حلوة، ولا كبيرة ولا صغيرة، بصلاية وسط. لقيت الطاسة بتاعتك نشفت شوية حطي معلقة زيت. بصلاية بقى ايه، ونقلب بقى كويس كده بحيث ان هي تاخد الصوص اللي نازل من الفراخ والتتبيلة بتاعتنا. هنقلب كويس. ومعايا عصير طماطميتين، انا يا اما معجون طماطم براحتك. بعد كده هننزل بالحليب او كريمة الطهي، انا ما كانش عندي كريمة الطهي انا عملت بالحليب عادي. انا زي ما قلت لكم دي اكله المستعجلين واكله اقتصاديه وسريعه، ما عندكيش كريمه الحليب شغال، انا قدامك عملتها كلها باللبن ما حطيتش ولا معلقه كريمه. هفضل بس اقلب لحد ما الاقي الصوص معايا بدا يتماسك شويه. هحط طبعا ما ننساش البهارات بتاعتنا. هنا عشان احنا كنا متبلين الفراخ كويس هحط بس هنا شويه من مرقه ويلز، وهحط شويه من الكاري. الكاري مع الفراخ بيديها لون وطعم حكايه. هنا لقيتها احتاجت شوية لبن، حطيت شوية لبن كمان لحد ما لقيت القوام السايل علشان الفراخ تستوي. الفراخ ما كانتش كملت سوا عشان الفراخ تبقى جوسي كده مع الصوص. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا هنرصها بالشكل ده.
اهم حاجة الصوص بتاعي ما يبقاش تقيل ولا خفيف، عايزاه يبقى متماسك وحلو. لما تلاقيها محتاجة لبن حطي لبن، لكن ما تكتريش بحيث برضو ان هي ما تبقاش سايلة معاكي قوي. هغطي بقى عليها واسيبها مع نفسها كده، مش هتاخد 10 دقايق وهتلاقيها تمام معاكي، اقل من 10 دقايق كمان. كانت من 5 ل7 دقايق بالظبط والفراخ عندي كانت استوت. ده كله عندي الفراخ كانت على نار عالية. انا بدأت اوطيها لما غطيت بس على الجريل، اول ما تغطي على الجريل عشان الفراخ تستوي هتوطي عليها شوية. هنا انا عايزه اقول لكم بقى ان الفراخ عندي بقت مستويه وطعمها خطير. في الناحيه التانية احنا كنا بنسلق المكرونه، اي نوع مكرونه انتي تحبيه. هنا الفراخ بقت تمام معايا، هنحطها بقى طلعها كده في طبق. شايفين شكلها عامل ازاي وشاربه من الصوص والتتبيله ومن البصل والطماطم وكل حاجه. هنا انا بقول لكم ان هي خدت اكتر من 3/4 سوا. حتى انا هفتح واحده قدامكم بس هي كانت سخنه قوي. هي مستوية بس هنحطها شوية كمان برضو مع المكرونة تاخد سوا بحيث انها تبقى طرية كده وجوسي. عايزة اقول لكم طعمها رهيب وريحتها خطيرة، حرفيا قلبت عندي الشقة كلها. جربوها ومش هتندموا. لو انتم مستعجلين وزهقتوا بقى من البانيه والزيوت والكلام ده كله، جربوها على ضمانتي، حرفيا هتعتمدوها بعد كده. هنا بقى انا حطيت المكرونة في الصوص عشان يشرب منها، وحطيت معاها البانيه وطلعت معايا بالشكل ده. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. كده احنا خلصنا وصفتنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.